تعالوا نروح مكان بعيد شوية عن الزحمة، زحمة المدن. احنا دلوقتي في ولاية بافاريا. ولاية بافاريا يعني فرع بي ام المشهور، واستاد الاليانس ارينا، وبرج الاولمبيات، وكمان الحديقة بتاعت الاولمبيات هنا. وده غير كمان وجود المباني والكنائس القديمة والعريقة جدا، واللي الناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تيجي بس تزورها. ولكن اللي فاكر ان احنا رايحين الاماكن ديت، فاحنا مش رايحين في ولا مكان من الاماكن دي خالص. تعالوا نروح عند القرى، وسط الجبال والانهار والخضرة والبحيرات. قعدت الفترة اللي فاتت أدور على أجمل مكان في طبيعة في ألمانيا، وهو ده اللي احنا بنجري وراه في الفيديو بتاع النهارده. عديت على مدينة ميونخ، ولكن احنا دلوقتي في قرية جارمش، وديت على الحدود مع النمسا. اللي بيميز القرية دي إنها تعتبر وسط جبال الألب. القرية دي بيجي لها زوار كتير طول السنة، سواء شتاء أو صيف، وده لأن في وقت الشتاء بيبقى الجبال كلها مليانة تلج، والناس بتيجي تتزلج على التلج هنا. وطبعا باقي فصول السنة بيبقى منظر الطبيعة هنا جميل جدا. أنا دوب لسه واصل، ولكن إن شاء الله هحاول النهارده أروح أول مكان من الأماكن اللي أنزورها. اهلا بكم يا جماعه في ريف الالماني. طبعا ان شاء الله برضو في فيديو تاني اكيد هنروح منطقه ميونخ، ونصور الحاجات التانية اللي هي المباني والمصانع والكلام الجميل ده، بس مش الفيديو ده. انا اكتر حاجه احبها الطبيعه، يعني هات لي شجرتين وهات لي بقره وهتلاقيني قاعد مبسوط جدا. وشوفوا الجمال، شوفوا المنظر ورايا عامل ازاي، بصوا الجبال هناك عامله ازاي. ايه ده، سبحان الله. الفكره بعد ما بنزل بالباص همشي لي حبه حلوين، ولكن الصراحه المنظر رائع، الواحد مش حاسس بتعب. ان شاء الله نلحق اول نقطه لينا قبل وقت الغروب، ناخد صوره عظمه هناك. طبعا اللي حابب يشوف الصور فانا بنزل الصور على صفحتي على الانستا وعلى الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو اللي حابب يشوف الصور بتاعت الرحله. شوفوا لقيتي هنا. هلا هلا يا عيال، هلا. الله منظرهم جميل، بصوا كلهم بيجروا عليا. بصوا المنظر يا جماعه من ازاي، يا سبحان الله. بس اخدنا كام صوره، يلا سلام. الواحد هيقعد يضيع وقته في حاجات غريبه، ولا نلحق غروب ولا نلحق غيره. وصلنا يا جماعه لوكيشن تصوير، والمكان فاضي مفيش حد خالص، انا لوحدي في المنطقه كلها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ناخد كام شوط عظمه هنا في المكان قبل وقت الغروب الحمد لله، وعدو الواحد يلحق يرجع عشان يتمشى حوالي تلت ساعه قبل ما اوصل تاني للباص بتاعت حركه مدينه ليل. بس وتقريبا كده خلصنا النهارده، بكره ان شاء الله هنروح اماكن تانية. شفت سكن في المنطقه دي، منطقه هاديه جدا، ولكن انا الوحيد اللي عامل ازعاج بالشنطه بتاعته. شايفين من غير شنطه هدوء وعصافير وجو جميل. الشنطه بتاعتي عامل ازعاج في الشارع كله. حرام عليك يا اخي، ليه كده؟ ليه؟ ده المكان. دي يا جماعة الغرفة اللي هقعد فيها، هي دي وبس. نشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم، أهلا بيكم في تاني يوم. اتحركنا برضو وقت الفجر وطالعين على تاني مكان لينا. ده المحطة واحنا رايحين الأيبزي، ده المكان اللي طالعين دلوقتي. وصلنا قرية جريناو ودلوقتي رايحين على البحيرة. في قرية جريناو في تلفريك، بيطلعكوا على أعلى نقطة في ألمانيا، فغالبا هنخلص البحيرة وبعدين نطلع إن شاء الله. هنا المكان فيه محلات، وفي هنا مطعم. المكان هنا مخدم، وفي كمان انك تركب مركب او كده رافتنج، وفي برضه سباحه، بس الجو ده ما ينفعلوش سباحه ابدا يعني. انا جاي ليه بقى بدري عشان نلحق الشمس، لان بيحصل سحر في الميه لما الشمس تطلع كده والميه تبدا تتبخر، بيبقى المنظر خرافي. ده اللي انا متوقعه يعني. بدأت هنا زي ما انتم شايفين، بدأت بس خفيف لسه جدا، فمستني الشمس تطلع شوية. ورغم ان المكان سياحي بس ما فيش اي حد زي امبارح برضه، فواضح انا الوحيد اللي باجي في المواعيد الغريبة دي. إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نص كمان في هنا بطتين سمكة تحت عند المنظر. وهنا يا جماعة مراكب رافتنج، الساعة المركب بالساعة ب15 يورو. بصوا هنا في جسر والمنظر اللي احنا شفناه المعتاد، والجبال الكبيرة أكبر الجبال هنا من الناحية دي. وامبارح فرجتكم على شوية خرفان والنهاردة على بطتين، مش هنمكم من حاجة اهو. بس دلوقتي بتحرك على محطة التلفريك عشان نطلع فوق الجبل، أعلى جبل في ألمانيا. ولأن الواحد لسه مفطرش فهروح أفطر الأول وبعدين نبقى نطلع فوق إن شاء الله. التلفريك يا جماعة المنظر ده عامل ازاي؟ اللي هناك دي غيوم وشوية تلج والجو فعليا تلج. طبعا درجة الحرارة هنا -5 حاليا. جايين الأماكن اللي زي كده المفروض عشان تاخد صورة حلوة ما تتهزش، والواحد أصلا يتجمد مكانه، الواحد مش عارف يتحرك، فالصور طالعة حلوة. يا جماعة القرية اللي كنا عندها هي اللي ورا دي. شوف دلوقتي منظر الغيوم وهي داخلة علينا، الغيوم داخلة على الجبل. وهنا يا جماعة عاملين مكان حاطين فيه أشكال كريستالات التلج كلها، كاتبين عن كل شكل امتى بيحصل والكلام ده. وهنا حاطين زي عينات ميكروسكوب. المحطة اللي احنا فيها دلوقتي ديت بتوصل ألمانيا بالنمسا، في تلفريك بينزلك على ألمانيا وتلفريك تاني بينزلك على النمسا. فأنا حاليا في أرض النمسا بس مش واخد التلفريك إن أنا أنزل النمسا. حتى هنا اليوفط بدأوا يحطوا صور إيرفالد ديت موجودة في النمسا. ده غير إن شركة الاتصال بدأت تبعت عروض للنمسا، ولما أطلع من النمسا أدخل ألمانيا هيبعتوا عروض لألمانيا، فالموضوع صعب الصراحة. فيا ريت يا جماعه اللي يعرف حل المشكله دي يقول لي. التلج يا جماعة اللي بيزحلق أهو، وقفنا عليه أخيرا. أنا أعتبر خلصت المكان خلاص، بس الصراحة مش قادر أستغنى عن صوت التلج. صوت التلج ده رائع يا جدعان، بحب الصوت ده جدا. مش قادر أنزل عشان التلج اللي موجود على الأرض ده. أنا يعني إنسان تافه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. يا جماعة احنا بنلعب ببجي تهريج وما بيلعبوها جد. دول نازلين لسه من الطيارة، رموهم من الطيارة. قربنا نوصل لآخر مكان لينا إن شاء الله، وهو كهف. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين جنب النهر على طول، مشينا كده لمدة 45 دقيقة، ففي مشي كتير. وداخلين كهف هنشوف المنظر جوه عامل ازاي. احنا من هنا وزي ما انتم شايفين النهر اهو، هنطلع احنا بين الجبال، فيلا بينا. يا جماعة أخيرا طلعنا من الكهف. معظم الناس بيروحوا راجعين تاني عشان في هايكنج كتير، في مشي كتير، ففي ناس بترجع تاني بتدخل مخالف. لكن لا، خلينا نكمل للآخر، ممكن نلاقي منظر حلو ولا حاجة في الآخر. افتكر اني قلت لك بلاش. واضح إن الناس كان كلامها صح، مفيش حاجة قدام. عامل ليه فزلوكة؟ بعد مشي كتير في الآخر هو النهر، آخرك النهر. فقعدت هنا جنب النهر وبس. تقريبا كده خلصنا المكان هنا. اللي عايز يوفر على نفس المشي في برضه حنطور هنا، هيوفر عليه حوالي تلت ساعة مشي. بس يا جماعة هنقفل الفيديو بتاعنا بآخر مكان لينا ده. انتوا شفتوه امبارح، ده يعتبر خرفان وبتاع كلام فاضي صح؟ لكن الجديد بقى ده حيوانات اللاما. حيوانات اللاما
وبكده نكون خلصنا فيديو جرمش من مزرعة اللاما. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش اللي حابب يشوف الصور بتاعت الرحلة ممكن يضيفنا على الانستا وعلى الفيسبوك، هيلاقي اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو. واشوفكم ان شاء الله يا جماعة في فيديو تاني.